إن المصادر السومرية والسجلات الأركيولوجية وكذلك بعض البقايا الأثرية العريقة التي لا تزال تحافظ على وجودها تزودنا بالدلائل الجمة المشيرة إلى هجوم الساميين على ساحة اللغة والثقافة الآرية أو هجرتهم إليها على موجات متوالية، حيث بالإمكان إرجاع حملات الغزو والاستيطان تلك إلى أعوام 5000 قبل الميلاد. نخص بالذكر في هذا المضمار بالتسلسل المستوطنات الآكادية والبابلية والآشورية والآرامية والعربية، والتي تركت بصماتها في ميزوبوتاميا العليا على شكل طبقات واضحة، إلا أن التأثيرات الآشورية والعربية هي الأكثر قوة وبروزا من غيرها، في حين أن العرب شرعوا بإطلاق حملة صهر مركزة تزامنا مع ظهور الدين الإسلامي، بحيث تشابكت ظاهرتا الأسلمة والتعريب، وقد أبدت الثقافة واللغة الآرية مقاومة باسلة، بالإضافة إلى أنها سجلت نجاحا مظفرا بين الحين والآخر إزاء حملات الغزو والاستيطان والصهر تلك. يمكننا ذكر مؤسسي الحضارة السومرية والرواد الحضارة المصرية والهكسوس والعبريين كأمثلة مشهورة في هذا الشأن على طول التاريخ. إن التفسير الأقرب إلى القبول هو أن الرواد السومريين الأوائل هاجروا إلى ميزوبوتاميا السفلى في عهد تلحلف 6000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد، الذي يعد العصر الذهبي للثقافة الآرية النواة في ميزوبوتاميا العليا، لينقلوا معهم هذه الثقافة إلى هناك ويطبق عليها التعديل لبلوغ مستوى أرقى. من المعلوم تماما أن التأثيرات الأكادية والبابلية والآشورية أدرجت لاحقا في تكوينة البنية اللغوية والثقافية السومرية. إن اقتران السومريين بتسمية التوسع الثقافي لعهد تلحلف عوضا عن تسميتها بالمجموعات المهاجرة سيساهم في فهم التاريخ بنحو أقرب إلى الصواب. قد تكون بعض المجموعات هاجرت من الساحة الثقافية الآرية، إلا أن العامل الأصلي المؤثر بالأغلب هو انتشار الثقافة التي كانت تعيش عصرها الذهبي في تلك الأزمنة على الصعيد الكوني. أما البحث عن تأثيرات آسيا الوسطى أو القفقاس هنا مثل ما يزعم أحيانا فهو ضرب من الهذيان، لأن تلك المناطق كانت ما تزال تعيش العصر الحجري القديم أثناء عهد النشوء السومري عوام 5000 قبل الميلاد، وتتعرف لتوها على الثقافة الآرية، كما أنها لا تتضمن أي عوامل ثقافية سواء من حيث المضمون أو الشكل تمكنها من تغذية ثقافة غنية وراقية جدا كالثقافة السومرية، في حين أن قوتهم الهجومية ما تزال بعيدة عن إحراز التقدم الذي يخولهم لتجاوز الحزام اللغوي والثقافي الآري. ونظرا لعدم صحة التفكير بصفاء ونقاوة ثقافتهم بسبب احتمال التداخل المستمر في هذا الشأن، فبالإمكان التفكير باحتمال أن تكون بعض العناصر المنتمية إلى بلاد القوقاز وآسيا الوسطى قد نزحت إلى الشريط السومري والهلال الخصيب الذي كان شبيها بأوروبا زمانه أو بأمريكا اليوم. وبطبيعة الحال فالكثير من المجموعات الثقافية المتباينة وأغلبها من الفقراء البؤساء تتجه اليوم من جهات المعمورة الأربع صوب أوروبا لتستقر فيها، فكيفما أن الثقافة الأوروبية الراهنة تنتشر اليوم في كافة أرجاء العالم، فإن اللغة والثقافة الآرية أيضا منحت فرصا شبيهة بالانتشار، وبالأخص بعد مرورها بالمرحلة المؤسساتية والانفجار السكاني في عهد تلحلف على وجه التخصيص 6000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد. أما الهجرات المتجهة إلى أعماقها فيمكن تشبيهها بهجرات الكادحين البؤساء صوب أوروبا اليوم. جيم، من الأهمية بمكان صياغة تفسير سليم للتطورات الحاصلة في وادي النيل كساحة ثقافية مهمة، فالرقي بالثقافة الزراعية في هذا الوادي ونقلها إلى الحضارة المصرية الفرعونية أمر لا ينسجم مع البنية اللغوية والبنيوية للثقافة السامية، نظرا لافتقارها لهذه المهارة من حيث المضمون والمحتوى، بل إن البنية اللغوية المصرية تقدم اختلافها بعدم احتوائها لأية عناصر سامية بتاتا. أما الثقافات المتواجدة في السودان وأثيوبيا وغيرهما من الأصقاع الأفريقية الجنوبية فلا تزال بعيدة آنذاك عن تخطي العصر الحجري القديم، بالتالي فمن غير الوارد نظريا أن تمهد الطريق للثقافة المصرية، أو بالأحرى لا يتم التفكير بذلك إطلاقا،
كما لا يمكن التصور ولو نظريا بأن المجموعات المهاجرة التي تعد امتدادا للقبائل الأفريقية قد أنجزت أي تقدم ملحوظ في وادي النيل خلال مدة طويلة من الزمن. من هنا فهي بحاجة ماسة لغلال الثورة الزراعية ونتاجاتها وأدواتها. هذا ولا نعثر على أي أثر يدل على أن أي نبات زراعي ناشئ في الهلال الخصيب ينمو تلقائيا ضمن أراضي وادي النيل، كما لا نعثر فيه على أي أمثلة من الكائنات الحيوانية فيما خلا الحمار المصري. إن الفرضيات النظرية تدعونا إلى التفكير بأن أحد فروع الثقافة الآرية المنتشرة في عموم العالم قد وصل هذه المنطقة في نفس المرحلة. هذا وعلينا عدم النسيان بأن الأخدود الكبير بأفريقيا الشرقية قريب إلى النيل، وأن تدفق البشر من الشمال صوب الجنوب أمر ممكن بل ووارد بقدر التدفق من الجنوب نحو الشمال. والثقافات المتفوقة قد حملت تأثيراتها المتبادلة على الدوام عبر هذه الطرق القديمة. فمثلما أدى الانفجار الثقافي في الهلال الخصيب إلى نشوء الثقافة السومرية، فإن تزامن الحضارة المصرية مع أعوام 4000 قبل الميلاد قد يكون دليلا على ارتكازها إلى موجة الانتشار التي شهدتها الثقافة الآرية مع التوجه صوب أعوام 5000 قبل الميلاد. فمزاياها من حيث المضمون والشكل وفرص التنقل والتواصل مساعدة على ذلك. وبطبيعة الحال فإن تأسيس المستوطنات في مصر من قبل الهكسوس في بدايات أعوام 2000 قبل الميلاد، ثم على يد العبريين في أعوام 1700 قبل الميلاد حسب ما يسجل التاريخ المدون، بل ورقيهم إلى المراتب الإدارية فيها، تعد أمثلة تؤكد صحة فكرتنا هذه. ورغم تناقض قوة انتشار الثقافة في الساحة الآرية مع مرور الزمن، إلا أنها ستواصل تدفقها فيما بعد بنحو مشابه نحو الساحات السامية.